اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله شرح السي شارب. طبعا في البدايه اللي ما يعرفنيش، انا اسمي فادي، انا فول ستاك ديفلوبر، ومهمتي في القناه دي والقناه مخصصه اللي هي شرح الويب ديفلوبمنت كله كمسار وكتعليم. انت مش محتاج فلوس، مش محتاج كورسات مدفوعه، كل اللي انت محتاج تعمله هو اللايك والاشتراك، واستنى عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، من غير ما اطول عليكم يلا نروح على البرنامج بتاعنا. طبعا احنا وصلنا للبرنامج بتاعنا، والنهاردة هنتكلم عن اف. ايه هي اف؟ طبعا هنعرف بالتفصيل، بس علشان نفهم في الاول محتاجين مثال نشرح عليه. تمام. اولا علشان المثال ده يتم محتاجين اول حاجة variable. الفاريبل ده هيكون ايه؟ الفاريبل ده يكون مثلا لو قلنا ان هو يكون بايت، فندوس بايت ونديله اسم زي ما اتعلمنا مثلا ام ار، وام ار ده نديله قيمة نقول له مثلا بيساوي 9، ونروح قافلين بسيميكولون، ونروح جايين هنا ونقول له هنا اف. اف يعني ايه؟ هنا اف يعني لو وبتدي له كونديشن. لو الكونديشن ده صح بينفذ عملية او بيطبع حاجة او بيعمل حاجة احنا برضو بنحددها له. فهنا في المثال ده نقول له لو ام ار اللي احنا عاملينها مستر دي، فقلنا له دي مثلا اكبر من الخمسة، اطبع لنا كلمة، اطبع لنا اللي هي سي دبليو دبل تاب، تدوس على تاب مرتين، قول له اطبع لنا مثلا هاي، ودوس كنترول اف 5. طبعا زي ما انت شايف طبع لنا كلمة هاي اهي، كلمة هاي. ليه؟ لان ام ار هنا اكبر من 5. طب تمام، لو قلنا له مثلا ان ام ار اصغر من الخمسة، اطبع لنا كلمة هاي، وبرضه كنترول اف 5. هنا ما طبع لناش حاجة. ليه ما طبع لناش حاجة؟ لان هنا الام ار مش اصغر من الخمسة، دي الام ار 9 فاكبر من الخمسة. فدي اف. هنا بتفكر في لو دي جت في دماغك اعرف ان انت محتاج اف على طول. ازاي؟ بتقول مثلا لو الام ار اكبر من الخمسة عايز اطبع كلمة معينة. تمام. بس الاف دي كده ناقصها حاجة، هي ايه؟ هي القفلة بتاعتها. بمعنى دلوقتي انت لو قلت له اف، فده كونديشن في الهوا كده. يعني ايه؟ يعني لو لقى القيمة بتاعته صح هينفذه، بس لو ما لقاش القيمة بتاعته هيتجاهله. طب احنا دلوقتي مثلا لو عايزين نقول له ان لو الام ار اكبر من الخمسة مثلا اطبع حاجة، ولو اصغر من الخمسة اطبع حاجة، هنا هنلجأ ليه else، وبرضه دبل تاب. بس هنا else ملهاش كونديشن. يعني ايه ملهاش كونديشن؟ يعني هنا بص، القوسين دول احنا بنحط فيهم الكونديشن اللي لو ترو بنحقق الاف، بس الالس هنا ملهاش كونديشن. ده ليه؟ هقول لك لان ده ان الالس هي جواب الاف. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو احنا ادينا اف كونديشن، لو الكونديشن ده صح هينفذ الاف، الامر اللي احنا مدينه له، لو الحاجه صح. بس لو مش صح ايا كان هيروح منفذ الالس. نقول له هنا اطبع لنا مثلا كلمه باي، اطبع لنا هنا كلمه باي مثلا، وندوس كنترول اف 5. فكده حاجه من الاثنين، لا هيطبع لك الاف لا هيطبع لك الالس. هنا طبع لك ايه؟ هنا طبع لك باي. ليه؟ لان هنا الاف ما اتحققتش فالالس تتحقق. طب دلوقتي لو عايزين نضيف كذا اف ان هي لكذا حاجه، قدامك حلين: يا اما تعمل اف تانية ويبقى ليها else، لا اما حاجه اسمها else if. بمعنى ايه؟ دلوقتي انت هتيجي ما بين الاف وما بين الelse، وهتروح حاطط، هتكتب else وتروح دايس اوكي، وجنبيها اف دبل تاب. تمام. ركز في حاجه. دلوقتي احنا هنحط حاجه معينه، هنقول له مثلا ان هنا لو الام ار بيساوي 9، قول له هنا ان سي دبليو دبل تاب ان الام ار يساوي 9. اول حاجه عايزك تاخد بالك منها ان احنا حطينا هنا يساوي، 2 يساوي مش واحده. ان يساوي زي ما شرحنا طبعا في الاوبريتورز، ان يساوي واحده دي تبقى حاجه تانية، اللي هو بينسب رقم لرقم. فاحنا لازم ناخد بالنا اول حاجه من دي. تاني حاجه ناخد بالنا منها من الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده ان else دلوقتي هيبدا مثلا باف. تمام. الشرط ده لو اتحقق هيروح طابع دي. تمام. هيروح جاي على else if. لو الشرط ده اتحقق، لو قصدي الشرط ده اتحقق هيروح طابع دي. تمام. بس في حاجة،
الحاجه دي ايه؟ ان الالس الاخيره دي هي كل الاجابه للالس اف اللي فوق والاف اللي فوق. يعني لو احنا عايزين حتى نزود 7 8 الس اف هنا مفيش مشكله، بس لو كلهم ما اتحققوش الالس اللي في الاخر دي هي اللي هتتحقق. يعني دوسنا دلوقتي كنترول اف 5، طبعا المفروض هيجيب لك دي. قال لك هنا ايه؟ قال لك الام ار ب9 ليه؟ لان هو حقق الالس اف. طيب تمام. دلوقتي احنا هنروح جايين هنا وهنديله نفس الحاجه اللي فوق. لو قلنا له ان الام ار اصغر من 9 ودوسنا كنترول اف 5، طبع لك ايه؟ طبع لك باي. ليه؟ لان زي ما قلت لك ان الالس هي هي الاجابه لكل الافات اللي فوق. يعني انت ممكن تحط هنا اف وبعد كده إلس اف بعد كده إلس اف تانية وتالتة ورابعة عادي، وبعد كده تحط الإلس اللي في الآخر. لو كل اللي فوق ما تحققوش هتحقق الإلس اللي في الآخر. تمام تمام. احنا كده فاضل لنا ايه علشان نخلص الاف؟ هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها الترنري اوبريتور. ايه هي الترنري اوبريتور؟ الترنري اوبريتور ده اختصار او شورت هاند للاف. ركز معايا وشوف هنعمل ايه. علشان نستخدم الترنري اوبريتور احنا محتاجين فاريبل تاني يكون string. تمام. الفاريبل ده نديله مثلا اسم او مثلا بلاش عشان ما تبقاش ممكن فيه يبقى تشابه بالنسبه لكم. وهنروح جايين نكتب الشورت هاند للاف وبيبقى شكله عامل كده بالظبط. وركز معايا، اولا القوسين دول، ثم هنروح حاطين الكويتشن مارك، ثم هنروح حاطين النقطتين اللي فوق بعض، وبعد كده هنقفل بيه سيميكولون. ركز معايا في الشكل ده لان الشكل ده ما ينفعش تغير فيه. هنا هنحط ايه في الاول؟ في الاول هنا هنحط الكونديشن اللي هو عايزه يتحقق منه. يعني مثلا هنا في الحاله دي هنقول له مثلا حقق لنا لو الام ار بتساوي 9. تمام تمام. هنا هنحط ايه؟ هنا نحط الكونديشن لو ترو. لو الكونديشن هنا ترو يعمل ايه؟ يطبع لي مثلا كلمه هلو. هنا هنحط الكونديشن لو فولس يعمل ايه؟ الكونديشن لو غلط يطبع لي كلمه باي. وطبعا هنروح جايين هنا علشان نربط البي بي بيها. ازاي؟ هنقول له هنا بي بي بيساوي ده كله. طبعا بقت عادي اهي مفيش حاجه مش مقرره ولا حاجه. وهنجيله هنا نقول له سي دبليو دبل تاب اللي هو كونسول دوت رايت لاين اطبع لنا قيمه البي بي اللي احنا لسه عاملينها فوق، وندوس كنترول اف 5. هنا طبع لنا هلو. ليه؟ لان هو هنا اتحقق من الام ار لقاها بتساوي فعلا 9، وراح جاي هنا يبص هل دلوقتي ايه هو اللي حاطه في خانه الترو. هنا دي اول واحده اللي تبقى في خانه الترو، يعني هو يتحقق من الكونديشن اللي مدينهوله. لو ترو هينفذ اول واحده، لو فولس هينفذ تاني واحده. بس كده احنا خلصنا شرح الاف بكل حاجه بالترنر اوبريتور بكل اللي فيها، بالافات بالالسات بكل حاجه. اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم. وطبعا لو عجبكم ما تنسوناش من الاشتراك واللايك، وطبعا الفيديو ده بيبقى مطلوب عليه جدا فالكومنت بيفرحنا جدا. وبس كده، مع السلامه.